بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى من علينا بقوله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فتعالوا نسأل سؤالا: لما رد الله سبحانه وتعالى على رسول الله روحه كلما سلم عليه أحد؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما سلم علي أحد إلا ورد الله علي روحي لأرد عليه السلام. كنت زمانا أظن أن رد روح رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لحديث آخر. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشتقت لإخواني. السلام عليك يا من بدرتنا بالشوق يا رسول الله، أنت الذي أرسلت إلينا رسائل الشوق فأشعلت قلوبنا بأنوار محبتك. قال: اشتقت لإخواني ونحن نشتاق إليك يا رسول الله. فقال له الصحابة: لسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، ولكن إخواني قوم آمنوا بي ولم يروني. نحن يا رسول الله نزداد شوقا كلما تلونا حديثك وكلما جرى على قلوبنا. فيا رسول الله، أنت الذي بدأت الشوق وأشعلته في قلوبنا يا رسول الله. قال: اشتقت لإخواني. ثم لما سألوه عن إخوانه قال: قوم لم يروني، ولم يقل لم أراهم. فرسول الله رآنا، فهو رأى أمته صلى الله عليه وسلم في معراجه، وهو يرانا ويرى أعمالنا. فهو لم يكن مشتاقا إلينا لأنه لا يرانا، ولكن كان مشتاقا إلينا وكأنه يتشفع بشوقه لله سبحانه وتعالى لكي يمن على أمته برزق من رزقه. فمن الله على هذه الأمة ألا يقطع بينها وبين حبيبها الصلة، وبين معشوقها ومشوقها صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كنت عندما أسأل هل الله سبحانه وتعالى رد روح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرد عليه روحه هذا لإبراد شوقه إلينا، وهو الذي بدأنا بالشوق صلى الله عليه وسلم، أم لإبراد شوقنا إليه؟ فهو صلى الله عليه وسلم الذي بادرنا بالشوق. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: اشتقت لإخواني. والناس جميعا يعلمون أن الإنسان لا يشتاق إلا لمن رآه، فرسول الله رآنا واشتاق إلينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي بدأنا بالشوق. ولذلك أقول لك أيها المشاهد، يا من تحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل جزاء الشوق إلا الشوق؟ فقد بادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشوق. وهل جزاء الشوق شوق الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن تشتاق إليه؟ فانظر إلى قلبك كم فيه من شوق لرسول الله، وزد في شوقه، فإن شوق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال يزداد في قلبه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل شوقه إلينا عبادة من عبادات الكمال عنده صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كنت مشتاقا فزد في شوقك، وإن لم تكن فخذ من شوقه صلى الله عليه وآله وسلم لتشتاق إليه. اللهم إنا نسألك ببركة شوقه صلى الله عليه وآله وسلم إلينا أن تملأ قلوبنا شوقا إلى طلعته البهية، وإلى محاسن أخلاقه، وإلى أنواره السنية. اللهم املأ قلوبنا شوقا للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي